السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دائما مع أخبار اللاعبين المغتربين من أصول جزائرية في مختلف الدوريات الأوروبية، نسلط الضوء اليوم كما جرت العادة على لاعب جديد ينشط هذه المرة في صفوف نادي موناكو الفرنسي، ويتعلق الأمر باللاعب الشاب نازم باباي. هذا اللاعب الذي يعتبر من مواليد سنة 2003 بفرنسا أصوله جزائرية من جهة الأب، في حين أنه اللاعب من أصول ملغاشية، أي أنها من دولة مدغشقر. تكون اللاعب نازم باباي في صفوف نادي موناكو الفرنسي، يلعب في منصب ظهير أيمن أي مدافع أيمن. يمتاز بقصار القامة التي تبلغ 171 سنتيمتر، بالإضافة لكون اللاعب يمتاز كذلك بالسرعة الفائقة فوق أرضية الميدان. وقد شارك خلال الموسم الفارط في صفوف الفريق الثاني لنادي موناكو أي فريق الرديف في 18 مباراة، تمكن خلالها من تسجيل هدف واحد وبتوقيت لعب 1147 دقيقة لعب. كما تواجد هذا اللاعب الشاب في تحضيرات الفريق الأول لنادي موناكو استعدادا للموسم الحالي، أين تواجد في المباراة الودية ضد نادي سيرفيت السويسري، والتي انتهت لصالح النادي السويسري بنتيجة هدف دون رد. مع العلم بأن هذا اللاعب الشاب مطالب بالعمل بجد من أجل فرض نفسه مستقبلا في صفوف الفريق الأول لنادي موناكو، وهو ما قد يسمح له بالتواجد خلال المواعيد القادمة في صفوف محاربي الصحراء، وذلك في حال طور مستوى أكثر فأكثر. سلام.